طب صحت محت خد وتحت لو جيت ورحت مش هتجيبني ولا اي ولا زي. طبعا بقولكم رن عليا على الضحك والهزار والفرفشه، فالنهارده جاي لكم مقطع جديد جامد جدا. مقطع النهارده يا صاحبي بعنوان هدير عبد الرازق، نجمة السوشيال ميديا والتي كسرت الفضائيات الفترة اللي فاتت وما زالت ولا زالت سوف تكسر الفضائيات زي ما احنا عارفين. النهارده فيديو دلع، يعني بص ضحكة وكل حاجة انت عايزها. عادة الشهرة بمبدأ المياسة، تفعل زر الجرس وتحط لايك حط لايك حط لايك حط لايك حط لايك عشان يوصلك كل جديد. عبرت انا فاهم. يلا بينا يابا يلا بينا. هي جت طبعا في ايه في ايه ده؟ ارتباط هدير عبد الرازق ومحمد أوتاك عند نفس المكان. ما انا ما رضيتش ازعلك وما قلت لا انت ما قلتش كده، بس اللي انت عايزه اعمله اللي هو براحتك بقى يا عم، بكرهك اللي هو براحتك لو عملت اللي انت عايزه. يوميات انسان ما هيتجنن خلاص. ورق شجر بجد الحشو سمك ناي، ورق سمك ناي. بس يو لايك صح؟ صح. ده مجرد ارتباط، هما لو اتجوزوا هيعملوا أحد لو انت حضرتك انت متجوزها ولا ايه دنيتك؟ يعني انت متجوزها في المستقبل ولا دي بصة قبل ده قبل الخطوبة وقبل هي مالها هدير عبد الرازق؟ مالها مالها قول لي مالها بنت زي العسل وأمورة، مفيش في جمالها اتنين اصلا. مالها هدير عبد الرازق؟ انا عايزه اعرف هي مالها. هو انا عايزه اعرف انا عملت ايه بجد والله العظيم يعني. ولا اي حاجه والله، ولا اي حاجه والله، ولا كسرت السوشيال ميديا ولا اي حاجه. انت عديتي بسلام. فكك بس عايزين نشوف تمام. انا عامه انا هي مالها هدير عبد الرازق؟ انا عايزه اعرف هي مالها. هو انا عايزه اعرف انا عملت ايه بجد والله العظيم يعني. ما عملتي ولا اي حاجه. انا غلطت في ايه ما غلطتيش او عملت ايه غلط ولا اي الاقي حاجه. نفسي فضحت فضيحه ام المطهر رش الملح 7 مرات، فضيحه بجلاجل ملهاش اول من اخر. انا لحد دلوقتي وانا قاعده مع نفسي يا جماعه، هو انا بجد ده في الموقف ده انا مش مصدقه. طلعت على برنامج على قناه المفروض ان هي قناه محترمه. كلموني. ممكن انا محترمه. امال اللي تطلع دي كان ايه وليه؟ بدل المره 15 مره يعني 4 أو 5 شهور من ساعه مشكلة. كملي اتفضل. انا اسف والله انا اللي وقفته، اتفضلي كملي. مشكلتي الاولانيه كل مره باوفر شكل، وكنت برفض بقول لا انا مش عايزه اتكلم عن الحكايات دي وعن هو انا الموضوع ده تاني، وعايزه اقفل الموضوع يموت وخلاص. لحد ما جه الترند بتاعي، الترندات، اسطوره اللايفات، الفنانه هدير عبد الرازق. هو انا عايزه اعرف انا عملت ايه بجد والله العظيم. لا والله انت ولا اي حاجه. كمل. الحكايات دي وعن الموضوع ده تاني، وعايزه اقفل الموضوع يموت وخلاص. لحد ما جه الترند بتاعي انا ومحمد أوتاكا. هو عادي، احنا اقسم بالله ما كنا قاصدين 1% ان كل ده يحصل، ولا بنعمل ده فور شو، ولا بنعمل ده عشان مستنيين ترند وشهرة. انا اوريدي مشهوره، انا صح. الحمد لله وصلت انترناشونال، ودي حاجه على فكره مش بسطاني ولا مفرحاني. يعني لو ده كان حلمي فخلاص انا مش عايزاه، بتكلم بجد والله. انا متنازله عنه. تقدم لي انا حاجه تقدم لك امتى؟ امتى؟ ان شاء الله الشعب بحاله هيجي معاكم عشان خاطر نشوف اللي هتقدم لها ازاي. طيب هو اخوها فين؟ هي مالها هدير عبد يا اسطى اهدى يا اسطى، في البتاع معلق. انا بعد الفيديو اقسم بالله كم العرسان اللي تقدموا لي مستويات مختلفه وناس انا اصلا ده بجد. طب ايه تفسيرك؟ ما مش فاهمه ده. انا حاسه ان احنا مش فاهمه. انا ايه ده؟ طب انت استغفر الله، ايه اللي بيني كتك قرف اقلب قسم.
واللي عمل فيك كده عمل كده، واللي عمل فيك كده عمل لا 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 ما تعيطيش، لا لا. هموت نفسي. طريق السلام. يعني انا مش عايزه بقى كمان اموت كفره، يعني عايزه مفضوحه واموت كفره. سيبوني في حالي، انا ولا عايزه ابقى ترند، ولا عايزه حد يتكلم عني، ولا عايزه حاجه خالص، ولا هتجوز. تقدم لي؟ اخطبني. لسه قايله تعالى اخطبني من دقيقتين. ايه العبط؟ انت عبيطه يا بنت؟ انت هبله ولا انت اتفضلي. انا هبقى متوحده. شوف اللي شوف اللي بيبعت لك يا ابله، شوف اللي بيبعت لك يا استاذ. انتوا جايبيني اصلا ضاحكين عليا، قايلين لي ان انا جايه اتكلم عن حياتي العاطفيه وحياتي بعدين. بقول لك ايه، انت دلوقتي عشان خاطر الحلقه اتحذر. اتفضل. وناوي اعمل ايه كبني ادمه، كبني ادمه. فلو انتوا كانت نيتكم سليمه كقناه محترمه زي المفروض كان ده اللي حصل. وانت ما انتش مطالبه حضرتك انك تجاوب على الاسئله دي عشان تبقي فاهمه يعني. ايوه انت مش مطالبه انك تجاوب على الاسئله دي. عايزه ما تساليش كل مش هعمل حلقه، الحلقه دي تتلغي. لكن انت كملت فيها واستمرت فيها لحد الاخر، فما تجيش دلوقتي تتكلمي. انت ابقى طالعه بدي في حد لحد نصيحتك مطلقه وعندي اهلي. بصوا يا رجاله كده الفيديو بتاع النهارده خلص. بس قبل ما الفيديو يخلص انا عايز افهمكم بس نقطه واحده. اول حاجه هي مش تمام، شوفها مين لو حتى حصلت بعد القضيه اللي هي حصلت، لا دي المفروض تعتزل السوشيال ميديا خالص، تبعد عن المشاكل وتكمل حياتها كشخص تاني طبيعي عادي. هتقول لي ارتبط بقى محمد اوتاكا وكده، عادي يابا ترتبط بيه كل حاجه وكلمته ويتجوزوا، بس بره السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دي عالم كبير. تخيل انت بتنشر حاجات اصلا وانت مشهور اوريدي، يعني انت بتنزل الحاجه كلها مصر بحالها مستنيها عشان انت معروف اصلا. فطبعا الرياكت ده الهزار بس، انا محتوى اصلا الاساسي جيمنج. ما بحبش الرياكتات اصلا بس بحب اعرف. يلا متنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسلام.